السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متابعين الغاليين في كل مكان، متابعين صفحة فانيلا ومستكة معسومة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية البيتي بمكونات بسيطة جدا وسهلة وان شاء الله هتعجبك. اول حاجة معايا هنا المكونات، معايا كيلو من الفول المدشوش منقوع لمدة ليلة كاملة ومتصفي كويس من المية، حزمة من الكرات، بصلة حجم متوسط، فصوص ثوم، قرن فلفل اخضر. اذا مش متوفر عندك الكرات هتستبدليه بالبصل الاخضر، بس ما تكتريش منه عشان المية ما تكونش كتير في عجينة الطعمية، فبالتالي هتفك منك وانتي بتقليها. تمام كده، جبت الكبة بتاعتي بقى، حطيت فيها نص كمية الفول المدشوش ونص البصلة ونص الكرات وبرده نص فصوص الثوم وقرن من الفلفل الاخضر، ده حطيته لما كنت بضرب باقي كمية الطعمية. هفضل اضرب فيها بقى لحد ما اوصل للقوام المظبوط. بس هنا هخلط المكونات كلها مع بعض عشان تتضرب كلها وما يكونش فيها قطع كده من الفول او اي حاجة من مكونات الطعمية. كده العجينة معايا لسه خشنة، هضربها تاني لحد ما نوصل للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه لعجينة الطعمية. انا هنا بحب عجينة الطعمية تكون ناعمة زي ما انت شايفة كده، واهم حاجة انك ما تكتريش الخضرة في الطعمية عشان لونها ما يغمقش منك. واذا متوفر عندك كمان كزبرة خضراء هتضيفي نص حزمة من الكزبرة الخضراء. انا ما ضفتش لاني ما كانش متوفر عندي وقتها. هنا زي ما انت شايفه كده عجينه الطعميه ناعمه ما شاء الله جدا، وما ضفتلهاش اي ميه خالص نهائي. الطعميه ما بيتضافش ليها ميه نهائي وانت بتضربيها عشان ما تفكش منك زي ما قلتلك وانت بتقليها. هنا بقى شلت نص عجينه الطعميه واحتفظت بيه في الفريزر. وهناخد بقى الباقي عشان نقليه مع بعض. هنا حطيت على الطعمية البهارات بتاعتها، فلفل اسمر وملح وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة كبيرة من السمسم ورشة بسيطة من الكباب الصيني، بتديها طعم حلو جدا. ممكن كمان تضيفي شطة اذا حابة. طبعا انا ما ضفتش بيكربونات صوديوم ولا بيضة لاني اوريدي العجينة هشة معايا لاني لسه عاملاها، بس برضو هنضربها ضربة خفيفة كده بالمضرب اليدوي. معايا هنا زيت سخن على النار، هننزل فيه بقراص الطعمية. حطيت على الوش كزبرة ناشفة مع سمسم. اول ما الطعمية تتقلي معايا وتاخد اللون الدهبي الحلو اللي كلنا عارفينه، هي كده خلاص الطعمية تمام اتقلت كويس معايا. هنقلها بقى في طاسة استانلس عشان تصفي الزيت بتاعها وتكون مقرمشة معايا وما تطراش. هو تمام كده، هصفيها بقى من الزيت. ما شاء الله الطعمية هشة وجميلة وكمان مقرمشة. انا هنا كنت بوريكم الطعمية ازاي مقرمشة. شايفين من جوه عاملة ازاي. خلي بالك ما تحطيش اي توابل على عجينة الطعمية قبل ما تحفظيها في الفريزر عشان العجينة ما تغمقش منك. التوابل بتحطيها قبل ما تقلي على طول الطعمية. اتمنى بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.